صباح الورد والفل والياسمين. في الوقت اللي احنا بنجهز فيه المؤتمر بتاع شرم الشيخ، المؤتمر الدولي للاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام الموجودة في غزة وانتهاء بقى ملف التهجير اللي مصر كانت واقفة ضده بشكل كبير. للأسف الشديد من امبارح أخبار كتيرة جدا عن اشتباكات متواصلة بين الفصائل الفلسطينية وبين بعض العائلات أو العشائر اللي موجودة في شمال غزة. طبعا ده شيء مؤسف وشيء كارثي. المستفيد الوحيد منه هو الاحتلال. للأسف احنا أمة اقرأ، يعني احنا الأمة الإسلام هي أمة اقرأ، ولكن للأسف احنا أمة لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نفهم، وإذا فهمنا لا نعمل. دي حقيقة للأسف شديد لازم ناخد بالنا منها كويس. ما بنتعلمش من التاريخ. يعني ايه اللي وصلنا له كنتيجة لأكثر من 20 سنة بسبب الفرقة والانقسام اللي حصلت بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وبين منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية؟ مفيش غير انشقاق وانقسام وتناحر واقتتال واتهامات بالتخوين من كل الأطراف، والمستفيد الأكبر والوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كلها. ولا في دولة فلسطينية ولا في اعتراف بالدولة الفلسطينية. وبالعكس ده هم بيبثوا بقى روح الفرقة والانقسام اللي موجودة ده، وبيخلي الموضوع ده موضوع سيء جدا جدا وبينعكس سلبيا على القضية الفلسطينية كلها. فبالتالي احنا لازم نتعلم من التاريخ. احنا ما اتعلمناش من التاريخ. ليه ما نديش بعض فرصة؟ ليه في الوقت اللي الشحنات المصرية بتنقل النازحين من جنوب غزة لشمال غزة عشان يبقى امر واقع، وبنعمل لهم خيام وبنعمل لهم مناطق آمنة يعيشوا فيها عشان وانسحاب مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية الموجودة في شمال غزة، أو انسحاب من بعض الخطوط وعودة النازحين لبيوتهم تاني. وده يعتبر انتصار كبير جدا وبداية بقى لإعادة الإعمار لقطاع غزة، وإن احنا ننهي المشكلة دي اللي بقالها سنتين وأثرت على قطاع غزة بشكل كبير وعلى القضية بشكل كبير. فليه احنا ما نديش لبعض فرصه؟ ليه موضوع التخوين؟ ليه بلاقي ان مصريين هم اللي يقولك ده فلان ده الفصائل الفلسطينيه على حق، والعائلات والعشائر دول هم اللي وحشين وخونه وبيتعاونوا مع الاحتلال؟ وليه بنلاقي ناس تانية تقولك لا ده العشائر دي كويسه وبتقاوم وبتناهض حركه حماس اللي موجوده مثلا في قطاع غزه ومش عاوزاها ترجع للحكم تاني؟ احنا ليه بنقول اصلا، ليه اصلا حطينا نفسنا في الموقف ده دلوقتي؟ ليه ما ينفعش ان احنا ننحي الخلافات جانبا ونقول ان احنا هنقعد مع بعض وننسى الخلافات ونحط ايدينا في ايد بعض عشان نعيد اعمار غزة ونبدأ نحل مشاكلنا بيننا وبين بعضينا تاني؟ والله العظيم اكبر المستفيد من الموضوع ده هو الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة. التناحر والاقتتال ده اخطر ما يكون في الوقت اللي احنا فيه هنا في شرم الشيخ بنجهز للمؤتمر عشان نبدأ بقى بخطوات اعمار غزة من جديد. يعني محتاجين ان يكون في عقل رشيد بيقود الموضوع في الوقت الحالي في قطاع غزة عشان ما نوصلش لنتيجة كارثية أسوأ من النتيجة اللي احنا وصلنا لها في السنتين اللي فاتوا. يعني صباح الخير عليكم.